ازيك يا صاحبي؟ في عالم البرمجة في ناس كتير ماشية ورا كلام بيتقال كأنه حقيقة، بس الحقيقة إن أغلبه خرافات. خرافات بتمنع ناس أصلا إنها تبدأ، وتعطل ناس دخلت المجال فعلا مش عارفة تكمل، تخليك تشك في نفسك وتحس إنك مش كفاية، ويمكن تخليك تسيب المجال خالص. في السلسلة دي هنكشف الخرافات دي واحدة واحدة، ونقول الحقيقة اللي محدش بيقولها. أنا منار، موبايل اب ديفلوبر، وده تكفيرس، ودي سادس حلقة من غير ولا سطر كود. خرافة رقم واحد: لازم تبقى عبقري عشان تتعلم البرمجة. طيب الحقيقة إن البرمجة مش محتاجة ذكاء خارق. والله جدا، هي سكيل شبه أي سكيل موجودة في حياتنا، محتاجة تتدرب عشانها كتير جدا، ومحتاجة صبر، ومحتاجة وقت، ومحتاجة استمرارية. محتاج تذاكر وتطبق وتتعلم وتغلط وتتعلم من غلطك وترجع تعيد نفس الحاجة تاني. والاستمرارية هي أهم حاجة. التدريب والتطبيق المستمر ده هيساعدك إن يكون عندك خبرة مع الوقت. مفيش حاجة بتكون ذكي فيها أو شاطر فيها من أول مرة، لازم تحاول مرة واتنين وتلاتة، وتغلط مرة واتنين وتلاتة علشان تكون متقن للحاجة ديت. فلأ، مش لازم تبقى ذكي خالص علشان تبدأ إنك تتعلمها. ابدأ واغلط كتير واتدرب كتير وطبق كتير، وخلي عندك هدف واسع. عشان تاني خرافة: لازم اتعلم كل حاجة قبل ما اشتغل. عقدة المثالية وسنينها اتكلمت عنها قبل كده، وهتكلم عنها تاني. ان المثالية الزيادة او المثالية الاوفر، ناس كتير مفكرة انها لازم تتعلم كل حاجة قبل ما تشتغل، وده غلط كبير جدا. انا عايزة اقولك مبرمجين شاطرين جدا وعندهم اكسبيرينس كبيرة جدا، ومع ذلك هم ستيل لحد دلوقتي برغم ان هم بيشتغلوا هم ستيل بيتعلموا. ليه؟ المجال بيتطور كل يوم، المجال واسع جدا، وحرفيا التحديثات فيه كل يوم مستمرة. فانت مهما وصلت ومهما فكرت نفسك انك فاهم وعندك اكسبيرينس عاليه، فانت ستيل محتاج تتعلم تاني، محتاج تتعلم تاني وتالت ورابع. انت كل يوم بتذاكر برغم انك هتكون بتشتغل. فما توقفش نفسك عند النقطه دي، لان انت مهما وصلت برضه هتفضل بتذاكر. طلع مشاريع بايدك ودرب نفسك مره واثنين وثلاثه، ومع الوقت انت كده كده هتكون بتذاكر كل يوم وانت بتشتغل. فما توقفش نفسك وما تعطلش نفسك عشان سبب وهمي شبه ده. الخرافه رقم 3: لازم تبقى كويس في الماس جدا عشان تبقى مبرمج شاطر. هو الحقيقة أصلا إن الرياضة مش داخلة في كل مجالات البرمجة، هي تقريبا هي داخلة في الداتا ساينس والاي اي بس. انما لو اتكلمنا عن الويب ديفلوبمنت او الموبايل ديفلوبمنت او السايبر سيكيورتي، هتلاقي في كذا مجال اصلا ملوش علاقة بالماس ولا ريليتد بيها خالص. فانت دي يعتبر خرافة كبيرة برضو. بعض المجالات فعلا هتحتاج انك تكون كويس في الرياضة، بس هي دي هيعلمك اصلا البيزكس اللي انت محتاجها. فما تقلقش من الحاجة دي، لانك كده كده هتتعلمها مع الوقت، فهي مش حاجة تقدر تعطلك. الخرافة رقم 4: ان السوق اتشبع ومفيش فرص خلاص. هو الحقيقة هو السوق فعلا مليان، السوق فعلا مليان بمبرمجين كتير، واللي يقولك غير كده يبقى بيكذب عليك. تمام؟ بس خليني اقولك ان السوق مليان بس بمبرمجين مبتدئين، انما اللي بيسعى انه يطور نفسه باستمرار ويكمل وما يوقفش عند نقطة معينة فهو دايما ليه مكان. فحتة ان السوق مليان دي حاجة ما تخوفكش وايه، وحاجة ما تعطلكش نهائي. تمام؟ اسعى وتوكل على الله، ورزقك كده كده مكتوب لك. مفيش حاجة شبه كده تعطلك ابدا. بالعكس، الشخص اللي بيطور نفسه باستمرار بيكون دايما up to date هو اللي بيكون ليه مكان، والشركات فعلا بتكون محتاجاه. انما الشخص المبتدئ اللي ممكن بعض المعلومات اللي ممكن خدها وخلاص وعمل نفسه كأنه فاهم، للأسف ما بيكملوش. فمتهتمش بالموضوع ده، اسعى وكمل وطور نفسك باستمرار وانت هتلاقي شغلك موجود. خرافة رقم 5، ويمكن هي من أكبر الخرافات اللي بتعطل ناس كتير: إن أنا لازم أكون خريجة كلية حاسبات أو هندسة قسم حاسبات. وده يمكن من أكبر الخرافات اللي بسمعها يعني، لان ده مش شرط خالص. ناس كتير جدا نجحت في المجال ده وما كانتش اصلا في كليات ريليتد بالبرمجه او انها بتدرسها او انها خريجه منها. المنصات الموجوده على الانترنت والمواقع واليوتيوب والكلام ده ما خلاش. يعني حقيقي هتلاقي اي حاجه انت محتاج تتعلمها في الجامعه، يمكن اصلا الجامعه مستحيل تكون بتعلمها، لان دايما حتى كليه حسابات ذات نفسها ما بتدكش غير الاساسيات اللي انت محتاجها كمبرمج. بعد كده انت بتطور نفسك لوحدك، فانت كده كده في الكليه ما بتاخدش غير الحاجات الاساسيه. طب الشاطر هو اللي بيطور نفسه باستمرار وبيذاكر باستمرار ايا كان بقى. هو خلاص انت حابب المجال وانت مش خريج حاسبات، دي مش مشكله، عادي. انت ممكن تتعلم لوحدك وتذاكر لوحدك وتشتغل فريلانسر. وغير كده بعض الشركات ما بتهتمش اصلا بالشهاده اذا كنت انت خريج ايه. عادي ممكن انت شركات شايفتك كويس في سكيل معينه هتاخدك وهتشتغل معاها. فدي ما ينفعش يكون عائق ليك يا صاحبي. اخر خرافه معانا وهي ان المبرمج الناجح لازم يكون بيعرف كل اللغات، عارف كل الاوامر، عن ظهر قلب، ما بينساش. وده غلط جدا.
مفيش حاجه اسمها كده. المبرمجين عموما بيعتمدوا على حاجه اسمها السيرش وحاجه اسمها الدوكيومنتيشن في كل شغلهم. يعني هو ليه مرجعيه بيرجع له، هو مفيش حد ما بينساش يعني. وخصوصا مثلا الاوامر بتاعت البرمجه كتير جدا، فمفيش حد ما بينساش، لا بالعكس، هو من كتر التدريب بنحس بده، من كتر ما هو بيشتغل بايده كتير، فهو بس في حاجات كتير بينساها وبيلجأ لها. فده مش عائق ابدا. ما ينفعش ان احنا نقول ايه اصلا لازم احفظ كل حاجه، لا مش لازم احفظ كل حاجه. تمام، يبقى في حاجات بنرجع لها كمرجعيات حاجات ممكن نتعلمها نسيناها، يعني حاجه انا مش فاهمها اصلا كنت عاملاها ازاي ممكن ارجع لها وافهمها تاني، مفيش اي مشكله في ده. المبرمج الشاطر هو اللي بيعرف يلاقي الحلول لمشاكلنا. وبكده نكون اتكلمنا عن اهم الخرافات الشائعه في البرمجه. انتظروني الحلقه الجايه ان شاء الله، هنتكلم عن صفات المبرمج الناجح. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.